جولاني بدقيقة ونص. هذا المسلسل الهندي اللي صار لك معيشنا فيه 10 أيام، خلصنا فينه خلص. بقى قال لك مسلسل إعلامي صغير إخواني هيك تافه تبعتك تعملنا إنه أنت تبع مجلس الشعب، بانتظاره ما في مشكلة. بس هذا كله ما بطعمي خبز. هي سلبة أمجد اليوسف وتحويل النظام البائد للمحاكم. هذا مسلسل هندي لتسكت أهل الشام وأهل سوريا، تشغلهم بشغلات تانية، يعني تصرف أنظارهم عن الموضوع الحقيقي. لأنه إذا بدنا نحكيك بهذا الموضوع، أنت بأي عين عم تكمش أمجد يوسف، تارك فادي صقر ومحمد حمشو؟ لك عامل تسوية مع محمد حمشو، أولاد أخته اشتروا نص سوريا برعاية اللؤلؤ تبعه. يعني ما حنفوت بهالمهاترات عشان ما حدا يطلع يعوي كتير عندي بالتعليقات. بس انا بدي اقول لك شغله، شو ما عملت ما رح ننسى وحارجع انكش وراك. شو صار بفواتير الكهرباء جولاني؟ غلاء المعيشة شو صار فيه؟ سرقة المحافظة لأراضي سوريا والأملاك العثمانية ما حأنسى لك ياهون. وين الغاز جولاني؟ شو صار بفواتير الكهرباء، بصرف المعاشات، بالتوظيفات الغير مناسبة للأماكن؟ لا تفكر تصرف أنظارنا. إذا عملت لك فيلم هندي كمشت لك واحد حطيت لك واحد، حبيبي هدول أفلام هندية عامل لهم فيديوهات لحالهم. سلام.